ضربة معلم. السيسي عمل تحالف عسكري مع اسبانيا ضد اسرائيل، والنهارده السيسي بيستقبل ملك اسبانيا في القاهره في قصر الاتحاديه، وده بعد ما اسبانيا عملت عقوبات ضخمه على اسرائيل، ومن ضمنها انها عطلت صفقه اسلحه ضخمه مع اسرائيل بقيمه 700 مليون يورو، ده غير انه قطع العلاقات بشكل رسمي. علشان كده السيسي قرر يعمل تحالف عسكري وسياسي مع اسبانيا، وقال ان هيكون في شراكه قويه بين الدولتين ضد اسرائيل. وفي اخبار هتعرفها كمان شويه هتعجبك جدا، وندخل في الموضوع على طول. النهارده من ساعات قليله شفنا الاستقبال الاسطوري من الرئيس السيسي والسيده انتصار لملكه اسبانيا ومراته الملكه ليتيزيا في قصر الاتحاديه، وتخيل ان دي تقريبا الزياره الوحيده اللي يطلب فيها ملك او رئيس اثناء زيارته لمصر انه يزور قبر الرئيس الراحل محمد انور السادات. تخيل ان ملك اسبانيا راح زار قبره وحط زهور عليه، ووقفته قدام قبر الرئيس انور السادات كانت كلها فخامه وتحس قدوه ليه، لان السادات علم على اسرائيل وكان هيمحيهم من الوجود لولا تدخل ماما امريكا. وتقريبا ملك اسبانيا حلم حياته يعمل انجاز في اسرائيل زي ما السادات عمل. وما تستغربش وتقول اني بأفور في كلامي، تعال اقولك اللي بيحصل من اسبانيا في الفترة دي ضد اسرائيل. اول خطوة من اسبانيا هي انها رفضت تهجير الفلسطينيين لارضها بعد ما نتنياهو عرض عليهم انهم يستقبلوا الفلسطينيين وهيقدم لهم عروض مهولة. طلع رئيس وزراء اسبانيا بنفسه وقال احنا مش هنستقبل الفلسطينيين لان مكانهم في ارضهم مش في ارض اي دولة تانية. تاني خطوة، ملك أسبانيا حذر الموساد من ضرب المدنيين في غزة، وقال اللي بيحصل ده جريمة في تاريخ الإنسانية ويجب على جميع الدول التحالف ضد إسرائيل. تالت خطوة، أدان نتنياهو وقال إن لازم يفتح المعبر علشان يدخل المساعدات للناس اللي مش لاقيين غير التراب ياكلوه. رابع خطوة، أسبانيا استنكرت قرار الكنيسة الإسرائيلي بدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية واتهمتها إن ده انتهاك للقانون الدولي. خامس خطوة، أسبانيا رفضت صفقتين أسلحة كانت هتتم مع إسرائيل وآخرهم كانت من حوالي 3 أيام. سادس خطوة، أسبانيا عملت استدعاء للسفير الإسرائيلي بعد ما نتنياهو هاجم ملك أسبانيا بسبب إنه بيتهمه بالإبادة الجماعية. وخطوات أسبانيا ما خلصتش، ده لسه في كتير جدا، وحرفيا لو فضلنا نذكر فيها الفيديو هيكسر الربع ساعة، لكن ممكن نجمعها لكم في التعليقات. أسبانيا عملت مواقف ضد إسرائيل، الدول العربية ما عملتش ربعها، حتى ورغم إن أسبانيا كانت لوحدها في كل المواقف اللي فاتت دي، وكمان دولة أوروبية عايشة وسط مجرمين بيدعموا الكيان بشدة، إلا إنها ما خفتش ودايما بتصعد ضد إسرائيل. الرئيس السيسي حاليا قرر يدعم موقف أسبانيا جدا، وقال إن هيكون في خطوات مشتركة ما بين مصر وأسبانيا علشان الموقف يكبر والموضوع يتصاعد أكتر وأكتر، لأن بالنص مصر لو اعتمدت على موقف العرب ضد إسرائيل فما فيش أي خطوة هتحصل، والدليل اجتماع القمة العربية الإسلامية اللي حصل. ورغم إن ظاهريا ما فيش دولة اعترضت على التحالف ضد إسرائيل، لكن عمليا ما فيش أي خطوة حصلت. مصر مستنية إن يحصل تحالف، وساعتها افتكروا كلامي بالحرف هتلاقوا إسرائيل مش هتكون موجودة في الشرق الأوسط في خلال ساعة. الزيارة لسه ما خلصتش، وتأكد إن هيطلع من وراها تصريحات مشتركة ما بين الرئيس السيسي وملك أسبانيا، وهتزعل نتنياهو وأمريكا جدا. أخيرا نحب نشكر ملك أسبانيا على موقفه العظيم وعلى تقديره الفخم للرئيس الراحل أنور السادات، فخر الأمة العربية والإسلامية بالكامل. وشكرا للرئيس السيسي إنه لحد اللحظة دي بيسعى علشان يجيب حق الفلسطينيين، وبيعمل كم من التحالفات مع جميع الدول العربية والأجنبية كمان.